ليش دائما تتجاهلون الآية الكريمة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة؟ قبل شوي قاعد يتفلسف صاروخ ويقول هم كفار بالقرآن، هم مدري وش، وهم ما يصدقون وهم كفار. يلا قل لي ليش ما تصدق بالآية هذه؟ السلام عليكم. حياك الله حياك الله، أهلا وسهلا ومرحبا. نعم نعم نعم، ارفعوا أياديكم واطرحوا هذه الأسئلة والإشكالات والآيات القرآنية، ونحن نرحب بهذه. حي الله المنتظر شيخنا شيخ حسن شحاتة. ياك أبو فارس ياك الشيخ حسن، إن شاء الله سوف يجيبك على هذا الحديث، على عفوا على هذه الآية إن شاء الله يشرحها الشيخ حسن، ويقدمك أيضا هدية ونستمع إليه، وأيضا نقدمك إذا كان يطرح سؤال عليك إن شاء الله حوار إن شاء الله بسيط يعني وموجز بينك وبين الشيخ حسن. ونعتذر الأخوة اللي رافعين أياديهم، إن شاء الله نقدمهم ويأتيهم لهم الدور. تفضل شيخنا مولانا الشيخ حسن شحاتة، لك المايك. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم ربنا ولعن أعداءهم من الأولين والآخرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وبياكم أهل الحق في غرفة الحق. حي الله طلاب الحق والباحثين عنه. صلى الله ربي وسلم على من كان يدور معه الحق حيثما دار. اللهم صل على محمد وآل محمد. نهنئ حبيبي الأدمن، نهنئ والله بزواج الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء من مولاي وإمامي وسيدي أمير المؤمنين علي. نهنئ جميع الأحباب والأحرار في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم صل على محمد وآل محمد. ليه تغلط على السيد السيستاني حبيبي؟ ليه كده؟ طيب أنا قل ما شئت، لكن السيد السيستاني والإمام الخميني ليه كده؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. طب افرض أبو عمر يعني. إنا لله وإنا إليه راجعون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق الله العلي العظيم. الآية الشريفة من سورة الفتح. أيها الأخ الكريم السائل انتبه جيدا. الآية الشريفة من سورة الفتح، وسورة الفتح نزلت في صلح الحديبية، والقرآن يفسر بعضه بعضا ويزيده تفسيرا السنة المطهرة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أئمة آل البيت الأطهار. فإذا أردت أن تتبين مسألة البيعة يجب عليك أن تقرأ السورة من أولها، يجب عليك أن تقرأ السورة من أولها. في أول السورة ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول جل ذكره: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم. إذا قرأت الآيتين دول تعرف من هم الذين بايعوا وعلى من نزلت السكينة وعلى من رضي الله. اسمع حبيبي، أولا
الآية لم تقل لقد رضي الله عن الذين بايعوك تحت الشجرة، ليست كذلك الآية، إنما قالت لقد رضي الله عن المؤمنين. إذن الرضا خاص بالمؤمنين. طيب، إذ يبايعونك، إذ ظرفية زمانية وقتية، وقت بيعتهم لك على الموت في سبيل الله. فهناك من لم يحضر البيعة كعثمان، وهناك من حضر ولم يبايع على الموت كعمر، وهناك من لم يحضر، إذ الذين حضروا البيعة عدد مخصوص لا يتجاوز 2000 من الصحابة. طيب، يبقى أول شرط لقد رضي الله عن المؤمنين، هذا أولا. لا حبيبي عمر قال ما بايعت رسول الله على الموت دونه، ما بايعته على الموت دونه. اسمع هذا واطلع جيدا، اطلع جيدا حتى تكون على بينة. يبقى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، يعني لا حبيبي المعلم هو مش ركب فوق الشجرة، وهذا دليل على أنه لا من التي ذكرها القرآن والذي جلس تحتها النبي العدنان صلى الله عليه وآله في قطع عمر للشجرة دليل على أنه له مؤمن وله من أهل الرضا وله من أهل السكينة. يبقى إذ يبايعونك تحت الشجرة، الرضا وقتي، يعني ممكن عند البيعة يرضى وبعد البيعة يغضب عليهم، وبعد البيعة يغضب عليهم، كما حدث عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول حضر بيعة الرضوان، حضر بيعة الرضوان. الذين قتلوا عثمان حضروا بيعة الرضوان. اسمع، فعلم ما في قلوبهم. إذن المهم مش الهيكل الظاهري للبيعة، مش الهيكل الظاهري. حبيبي ما انت لازم تفهم كلام الله. القرآن ينادينا بالفكر والتدبر، أفلا يتدبرون القرآن؟ امال اللي احنا بنتكلم ده فيه كلام مين وكلام الله؟ لقد رضي الله عن مين يا رب؟ قال عن المؤمنين. امتى يا رب؟ قال إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. أبو بكر طلع بره، أبو بكر طلع بره هنا، أبو بكر خرج بره الميدان، لا من المؤمنين ولا من المرضي عنه. ليه؟ قال ما هي آية الغار اهي، آية الغار لم تنزل السكينة ليس من المؤمنين، فأنزل السكينة عليه وأيده بجنود لم تروا. الله ده هنا في آية البيعة أنزل السكينة عليه. المؤمنين تنزل عليهم السكينة في آية البيعة وفي آية الغار. إذن يا سنة يا وهابية أناديكم إن أردتم أن تنقذوا أبا بكر فأخرجوه من الغار. ما تقولوش هو اللي كان في الغار، لأنه هو اللي كان في الغار انهدم الغار على رأسه. ليه؟ لأنه لم تنزل عليه السكينة في الغار مع رسول الله، مع أنها هنا في آية البيعة نزلت على المؤمنين فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.
طب هل كل اللي بايعوا يا ربي من أهل الرضا ومن أهل الإيمان؟ قال لا، ارجع الآية الأولى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث كثرتهم لأنهم أكثر، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى. يبقى كل اللي بايعوا منهم من أوفى ومنهم من نكث، والناكثون أكثر. اللهم صل على محمد وآل محمد. تفضل حبيبي الأدنان بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد. أحسنت يا شيخنا الفاضل شيخ حسن شحاتة، والله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. الآن الأخ أبو فارس، هل لديك تعليق على ما قاله وتفضل به الشيخ حسن شحاتة؟ بارك الله فيه وبارك الله فيك أيضا يا أخ أبو فارس 606. إذا عندك تعليق أيضا بإمكاني أن أقدمك إلى الميكروفون بعد إذن الأخوة. أبو فارس تفضل لك المايك، لأنك أنت الذي طرحت هذا السؤال بهذه الآية، وكان هو رد الشيخ كما سمعت، وإن شاء الله تكون قد استوعبت بما تفضل به الشيخ حسن شحاتة. تفضل يا أبو فارس، لك المايك، تفضل لنستمع تعليقك. السلام عليكم جميعا. يا أخوان، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هنا كلام الله واضح سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى وصف المبايعين بالإيمان. ما نروح احنا يمين ويسار، خلاص كلام الله واضح. ليش نجيب أحاديث ضعيفة؟ ليش نجيب روايات موضوعة؟ ليش خلاص كلام الله واضح. ليش نلوي ونأول القرآن على كيفنا؟ ليش؟ سبحان الله العظيم. شيخنا شيخ حسن يقول الأخ: لماذا تلوي الآيات وتجيب أحاديث موضوعة؟ تفضل شيخنا، تفضل رد عليه. الظاهر طبعا لم يستوعب، واعتقد أنه لن يستوعب. تفضل شيخنا شيخ حسن، لك المايك. اللهم صل على محمد وآل محمد. أبدا حبيبي، والله أعوذ بالله من أن ألوي آيات القرآن. أخونا الكريم انتبه لي جيدا. أنا أعذرك، بس أطالبك أن تبحث عن الحق. اقرأ بتجرد حبيبي. كنا مثلك وأشد، ولكن الله من علينا بالبصر والبصيرة فاستبصرنا وأبصرنا. حبيبي انتبه، عرفت ان انت متعصب لرأيك مهما وضح الحق امامك، مهما وضح الحق. اي لين للآيات: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لم يقل لقد رضي الله عن الذين بايعوك تحت الشجرة. يبقى كل اللي بايعوا. انتبه حبيبي، لم يقل لقد رضي الله عن الذين بايعوك تحت الشجرة وانتهت. لكن في 3 شروط هنا في الآية حبيبي. انتبه للقرآن الدقيق. أحسنت، القرآن دقيق. أحسنت. ولذلك شوف حبيبي، الوهابية يقرؤون القرآن ليل نهار يقرؤون القرآن، ولكن تدبر تحت الصفر. أخونا الكريم،
شوف الآية بتقول ايه؟ لقد رضي الله عن مين؟ عن المؤمنين. اذا مش اللي بايعوا، مش كل اللي بايعوا. وامتى رضي عنهم؟ اذ يبايع. انتبه حبيبي. وبعدين فعلم ما في قلوبهم، وبعدين فأنزل السكينة عليهم. انتبه والله لقد أوجزت لك ما لو قرأت في التفاسير شهرا كامل، لو قرأت شهر كامل لن تأتي بمثل ما أوجزت لك. فانتبه حبيبي، ولازم تخلي بالك من الآية اللي في الربع الأول: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. بيعة الرضوان. أتدري ما فعل القوم يوم حنين حبيبي؟ كل جري، كل ولى الأدبار، وأولهم أبو بكر وعمر. أول من هرب في حنين أبو بكر وعمر. مين اللي ثبت في ريح النبي؟ أمير المؤمنين علي، أمير المؤمنين علي. ويوم حنين، شوف الآية: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. طلع أبو بكر مرة تاني. كل آيات السكينة بتطلع أبا بكر بره على طول. تفضل حبيبي الأزمن عشان الصوت يعني. تفضل، لكم المايك بالصلاة على محمد وآل محمد. حي الله هذا الصوت، حي الله هذا الصوت، حتى وإن كان صوتك شجي ومبحوح وإنما قنابلك قوية وتهز يعني الناس، ولكن الوهابية لا أعتقد. أخ أبو فارس، إن شاء الله استوعبت ويعني جواب الشيخ حسن شحاتة. أنا أوضح لك وأعطيك معادلة. حي الله الأخ أخونا العزيز الحمداني، حي الله سيدنا الحمداني. أبو فارس، لنفترض أن الصحابة كانوا 1000 صحابي الذين بايعوا، سلموا على النبي وبايعوه، ولكن 400 منافق مثلا. لنفترض أن الصحابة، هذا فرض والفرض ليس بمحال، نفترض 1000 صحابي بايعوه، 400 من الصحابة كانوا منافقين وليس مؤمنين. قل لا تقولوا آمنا بل قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لنفترض أن 1000 من المسلمين ولكن 600 مؤمنين و400 ليسوا بمؤمنين، فالعدد ينطبق على كم؟ العدد ينطبق على كم؟ تعرف هذه المعادلة الحسابية؟ اتفضل يا أبو فارس نستمع إلى الجواب. أبو فارس اتفضل، لك المايك. وأرجو أن أيضا يعني نعيد مرة ثانية ردك على ما تفضل به الشيخ، وتربط هذه الآية بالآية آية الغار وآية الأخرى، آية التي تقول فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. فمن نكث، هناك شرط، يعني إذا بايع ممكن أن ينكث حتى وإن كان مؤمن ولكن ذهب إيمانه ونكث. هل ممكن أن يحدث؟
طبعا ممكن، لأن الإنسان لا يكون معصوما ويكون قد ختم خلاص، يعني الإنسان أصبح في حالة الموت كما هو قبل 20 سنة، لا، وإنما قد يتغير. تفضل أخينا أبو فارس، لك المداخلة الأخيرة، تفضل. يا أخ أبو سلمان، أراك تشير إلى 100,000 صحابي الذين كانوا في البيعة، أليس كذلك؟ أنفت لك مثال، يب من 100,000 مو مشكلة، لم يكونوا يعني قد وصلوا 100,000، وذكر الشيخ 2000 ربما. لنفترض أن 100,000، يلا أنا قاعد أقول لك فرض 100,000 بايعوا النبي، ولكن 400 منهم ليسوا مؤمنين، 400 ليسوا مؤمنين. 100,000 400 ليسوا مؤمنين فرضا كمثال يعني، أو إذا قلنا يعني كمثال. تفضل لك جاوب، تفضل عزيزي. فهل تنطبق عليهم هذه الآية؟ تفضل لك المايك يا أخ سلمان. طيب دعني أسترسل قليلا. أنت ذكرت، أنت تشير إلى 100,000. طبعا في كتبكم هناك مصادر تقول أن في البيعة كان 100,000، وهناك مصادر أخرى تقول 20,000، وعلى أي حال كان العدد كبير. طيب السؤال هنا، هل يعقل أن كل هؤلاء تآمروا على علي، الإمام علي كرم الله وجهه؟ هل يعقل؟ وهل يعقل أن بعد ما كانوا جميعا تحت ظل الخليفة أبو بكر وعمر وعثمان يعودون مرة أخرى، جزء كبير منهم يعود مرة أخرى ويقاتل ضد معاوية؟ يعني السلام عليكم. أنت رحت وين يا أخونا؟ منو ياب سيرة الإمام علي وحارب الإمام علي؟ ذاك موضوع آخر. احنا حديثنا عن البيعة يا أخونا الفاضل، عن البيعة. قلنا لك 100,000 200,000 مو مشكلة، ثلثهم، لنفترض أن ثلثهم ليسوا مسلمين، 100,000 شيل منهم مثلا 40 غير مؤمنين. هل الله يرضى عن هؤلاء 400 عن 40,000 من 100؟ هذه معادلة. تفضل شيخنا الشيخ حسن، تفضل، رأيت يدك الكريمة مرفوعة. لك المايك شيخنا الشيخ حسن. شيخ حسن سقط الميكروفون، لك المايك مرة أخرى شيخ حسن. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. أقول حبيبي المدير، موضوع 100,000 دي خرافة. ده الصحابة كانوا في فتح مكة أكبر جيش كانوا 10,000 في فتح مكة. 100,000 إيه بس؟ حياك الله حبيبنا، حياك الله سيد. فايه موضوع 100,000 دول يا ابني؟ 100,000 يقعدوا فين؟ هيقعدوا فين؟ في الغدير. احسنت في الغدير كانوا اكثر من 100,000. في الغدير كانوا اكثر من 100,000. لكن في بيعة الرضوان او فتح مكة او يوم حنين لا خالص. البيعة الاقوال فيها اما 900 نفر، 900 شخص، 900 شخص، او 1000 الى 1900، 900 1900 فقط. حبيبي هذا ما اردت ان انبه عليه. السؤال الثاني، انا عاوز اعرف امير المؤمنين عمل فيكم ايه؟ امير المؤمنين عمل فيكم ايه بالضبط؟ يعني الذين قاتلوا مولاي الحسين قالوا نعلم أن الزهراء أمك، وأن المصطفى جدك، وأنك سيد شباب أهل الجنة، لكن بغضا لأبيك. يا ستار يا رب. وادي أخونا، احنا على رأيك بنتكلم في البيعة. ما دخل موضوع مولانا أمير المؤمنين. يعني عاوز تقول ايه يا حبيبنا؟ بتقول له هل الصحابة كلها انقلبت؟ نعم انقلبوا، نعم انقلبوا بنص القرآن.
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم. نص قرآني، أنا عمال أقرأ لك آيات، أنت مانيش عارف مشحون من أمير المؤمنين. ليه يا حبيبي؟ ليه يا حبيبي؟ هذا نص قرآن. انقلبوا حبيبي، انقلبوا كلهم بعد رسول الله، لم يبقى إلا عدد الأصابع أو يزيد. بدم وصلت الإجابة الحمد لله. اتفضل حبيبي يا الأدمن. الحمد لله رب العالمين، وصلت الإجابة. أنا طرحت